لو مش عارف تبطل ذنب استثمره. بس قبل ما اقولك ازاي تستثمره، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرتك كل مرة تعمل فيها الذنب علي على نفسك في التوبة. طب يعني ايه يا عم مصطفى؟ يعني انت عملت ذنب بتستغفر، الطبيعي المفروض تقول استغفر الله العظيم وتستغفر من الذنب ده. المرة دي استغفرت، المرة اللي بعديها استغفر وصلي ركعتين. طب المرة اللي بعدها استغفر وصلي ركعتين وتصدق. طب والمرة اللي بعدها استغفر وصلي ركعتين وتصدق وصوم يوما في سبيل الله. وهكذا كل مرة تعمل الذنب تعلي على نفسك فيه في التوبة. كده ربنا عز وجل هيكون راضي عنك، وهتلاقي الشيطان بيبعد عنك تلقائيا. كل ما انت تعمل ذنب تعلي على نفسك في التوبة، فبالتالي هيكرهك ويبعد عنك ويكرهك في الذنب ده. كل ما تعمل ذنب استثمره وفيد غيرك بالفيديو ده. يا رب اكون فدتك وتفيد غيرك. سلام عليكم.